تعاوني من الفريقين. محمد هاني يضغط عليه، تتقطع بدون فاول لزونكيزا. زونكيزا لصالح فريق سيمبا في منتهى الخطوره. زونكيزا يتزحلق لكن يحاول طلعه بره ال 18. طلعه بره ال 18. اشوف خطوره من جوه البوكس. ترجع تاني. كيبا طلع له من ناحيه اليمين لوحده تماما. يرجع اليمين شموره يلعب الكره العرضيه الرأسيه والهدف. الرأسيه والهدف. الرأسيه والهدف. هدف لفريق سيمبا. ثلاثة لوحدهم. بص رامي ربيعه الكره بعيده عليه، مفيش تغطيه عكسيه من محمد هاني، ويسجل اللاعب ساديو كوناتي اللي كان سجل في لقاء الذهاب. يسجل كوناتي، اعتقد كوناتي ولا زونكيزا. ده غير مقصوده كمان، ده غير مقصود. لمروان مره ثانيه لقفشه. قفشه يلعبها لعلي معلول من غير اوف سايد. معلول يلعب العرضيه الكهرباء. محمود عبد المنعم كهرباء يسجل باسيست من معلول. معلول عرضياته اسيستات. معلول بتاع اسيستات مش بتاع عرضيات. يلعب الكوره الكهرباء يخلصها في المرمى اخيرا بين الثلاث خشبات. اول كوره بين الثلاث خشبات يخلصها كهرباء بهدف التعادل لصالح النادي الاهلي. صعب الماتش على نفسه النادي الاهلي. لعيبه الاهلي صعبت الماتش على نفسها، لكن الهدف يفوقها. يفوق معلول، يفوق مروان، يفوق كهرباء، يفوق الشحات اللي فوت الكرة 10 على 10. وجول الكهرباء سهلة وسريعة وقوية وهدف لصالح النادي الأهلي. هدف رائع للنادي الأهلي. هدف التعادل لكهرباء. 1-1. ترجع النتيجة مرة تانية في صالح النادي الأهلي، لكن لعيبة الأهلي مش لازم تريح لل1-1 أبدا أبدا. وادي الرسالة، ادي الرسالة اللي بقول لحضراتكم. كل واحد في مكانه بيوصل رسالة دعم لاخواتنا في فلسطين الحبيبة. الرسالة من كل مكان، من كل شبر. بعد انتهاء عملية الداونلود بيخش لي على المرحلة اللي بعديها. طيب هنا بيجي لك الكلام ده. طيب حلو جدا. ايه الفكرة اللي انا كان قصدي عليها؟ طبعا انت هنا بيطلب منك ايميل ادرس تعمل لوجين، او ممكن تعمل سكيب للوجين. طيب ميزة الخطوة دي من الاخر ان هي بتديك 30 يوم مجاني. يعني معنى ايه؟ كل ايميل معاك، كل ايميل انت بتمتلكه هيديك 30 يوم مجاني. يعني انا اول ما هسطب اعمل سيت اب للبرنامج هدخل ايميل من الايميلات اللي عندي هيديني 30 يوم. بعد ما بينتهوا بتشيل البرنامج، بتمسحه من على جهازك وترجع تنزله تاني وتحط ايميل جديد ما حطيتوش قبل كده. حد هيقول لي طب انا كده هبقى محتاج كل شهر ايميل. خلينا متفقين ان يعني دلوقتي الناس، اغلب الناس عندها ايميلات كتير. انت برقم تليفون